طبعا لما بنمر بتجربة سيئة ونخرج منها، كل الناس بتنصحنا ان احنا نحاول ننسى ونحاول نشغل نفسنا في حاجات تانية. للأسف التجربة دي بتبقى او الفعل ده بيبقى غلط جدا، علشان انا كده لما بحاول انسى او اتناسى بنقل الفكرة من العقل الواعي وبدفنها جوه العقل اللاواعي. والعقل اللاواعي قوي جدا يا جماعة، يعني هو اللي بيأثر اكتر في حياتنا. فعلشان أوصل لمرحلة التعافي في خطوات معينة لازم أتبعها بشكل صحيح علشان أوصل لحل وأوصل لأحسن نسخة أقدر عليها من التخطي. أنا كوتش خلود، كاتبة ولايف كوتش. في القناة دي بنتكلم عن العلاقات وتطور الذات وإزاي نحمي نفسنا ونعيش بوعي أكبر. ولو عايزين تبدأوا رحلة التغيير يبقى هو ده مكانكم. الخطوة الأولى هو الاعتراف بالألم. ازاي هعالج حاجة وانا مش شايفاها اصلا، مش معترف انها موجودة؟ لازم اعترف ان انا كنت في ازمة وان انا بتألم. الاعتراف ده اول خطوة في اي تعافي، انكم تعترفوا انكم اتأذيتوا فعلا. ما تحاولوش تنكروا ده او تقللوا من حجم اللي حصل، لان انكار الألم بيأخر الشفاء، لكن الاعتراف بيه انتوا كده بتبقوا قطعتوا نص الطريق تقريبا. مرحلة الاعتراف هي اساس لأي عملية تعافي. بعدها على طول نعمل no contact، قطع الاتصال تماما. اي محاولة تفضلوا على تواصل مع الشخص المؤذي هتفتح نفس الجرح تاني، حتى لو رسالة صغيرة او متابعة على السوشيال ميديا. ده بيوقف عملية الشفاء تماما. لازم عملية قطع الاتصال بيساعد المخ انه يوقف الادكشن سايكل او دورة الادمان، لان انتوا بتبقوا في حالة ادمان. دي بتكون في العلاقات السامة او رابط الصدمة، هنتكلم عنها بعدين، بس بتبقى زيها زي الادمان، وعلامات انسحابها زي علامات انسحاب الادمان بالظبط، زي علامات انسحاب المخدرات. فلازم نوقف اي تواصل عشان نقدر نقطع الدايرة دي. الخطوة الثالثة استعادة الهوية الشخصية. في العلاقة السامة النرجسي دايما بيخليكوا تشكوا في نفسكوا وتنسوا انتوا مين. فبعد الانفصال لازم تسألوا انا مين من غير العلاقة دي. ابدأوا تعلموا الحاجات اللي بتحبوها فعلا وترجعوا للهوايات القديمة او تكتشفوا حاجة جديدة. ده هيساعدكم خالص انكم اولا تشغلوا نفسكم، تشغلوا تفكيركم، تبعدوا عن التفكير اللي كان بيجيب